تعالوا نعمل انبوكسنج. انا اشتريت حاجات كتيره جدا وقلت لازم ان انا افتحها معاكم. اول حاجه يا جماعه انا جبت الكريم ده. الكريم ده بيعمل ايه؟ بيحسن النفسيه والمود وبيخليك ان انت تقدر تتخطى كل صدمات الطفوله. تاني حاجه انا جبتها ده بادي ووش تحفه يا جماعه، هو كريمي بيخليك بعد ما تخرج من الشاور تقدر ان انت تواجه الشخصيه النرجسيه وما تبقاش خايف من اي حاجه. جبت البرفيوم ده. البرفيوم ده ليه في جليتر علشان يخليك بتلمع وتسبارك، وده بيرجع الثقه في النفس لاي حد بيستخدمه. الاهم من كل ده انا جبت كريم تحفه للشعر. طب ده بيعمل ايه؟ ده اولا بيقلل من الانفعال والعصبيه والستريس وبيخليك تقدر تنام بسهوله اكتر. انا جايبه منه حوالي 200 واحده، دي مش اول ولا تالت ولا 10 مره اجربه. وعايزه اقول لكم ان الكريم ده انا برضو طالبه منه 300. بجد يا جماعه هو ممكن يكون غالي بس بجد تحفه يستاهل الدفع. اما المفاجاه بقى فانا طلبت من ده 400 واحده علشان كل بنت هتتفاعل على الفيديو وتقولي ايه رايها هبعت لها واحده لغايه البيت. ويا جماعه انا زعلانه منكم عشان لغايه دلوقتي ما قلتوش ايه رايكم في الفيديو والصور بتاعه العربيه الجديده اللي انا جبتها. وادخلوا شوفوا الصور بتاعتي اللي انا نزلتها وانا في الساحل لابسه حته دريس انا جايبه منه 12 وجايبه كمان هاتس حوالي 20 واحده من جمالهم. لازم تدخلوا تتفرجوا عليهم وتقولوا لي ايه رايكم. هو انت فاتحه الموبايل وقاعده هتعملي ايه كده؟ هصور فيديو يا ماما عشان اقول للناس ترحمني وبطل تبص في حياتي. انا مش فاهمه الناس جرالها ايه، محدش بقى بيحب الخير لحد. لا طبعا مش صح. اديكي شفتي من كام فيديو وكام صوره نزلتهم وقلت ان انا بعمل فيهم حاجات او اشتريت حاجات اللي حصل لي. انا حالي اتبهدل من بعدها. انا شايفه ان كل ده ملوش لازمه. ماشي يا ماما. ايه ده يا جماعه؟ صباعي اتعور من الكتر وانا بعمل انبوكسنج. انتوا متخيلين؟ حتى عربيتي في اليوم اللي نزلت فيها صورها اتجرحت بجد وانا مروحه. بجد يا جماعه ارحموني، انتوا مركزين في حياتي ليه؟ ما تركزوا في حياتكم. انا مركزه في تفاصيلي وانتوا مركزين في تفاصيل. انا حتى لما نزلت الصور ان انا في الساحل انا قضيت سفريه زي الزفت. حتى اليوم اللي انا نزلت فيه لنفسي فيديو وانا بتدرب في الجيم عادي زي اي حد. انا حرفيا الماشين قطمت لي ظهري ورقدت يومين. غيري يا جماعه؟ هو مفيش غيري على الميديا ولا ايه؟ انا بدخل في كل مصيبه وربنا سبحانه وتعالى بس اللي بيسترها معايا. ده كوبايه القهوه بيطلع لي فيها عينيكوا قد كده. حتى الاوتفيت اللي صورته لكم وانا فرحانه بيه وكان لسه جديد روحت لقيته مخروم خرم قد كده. عينيكوا ما تحبوا الخير للناس يا جماعه. حبوا الخير للناس عشان ربنا يرزقكم زينا. بجد يا جماعه انتوا ما تعرفوش اللي جوه البيوت. ما تحكموش على الناس من بره. الدنيا مش لبس وصور وفسح زي ما انتوا شايفين. احنا كمان عندنا هموم. ده انا من المشاكل بصدع بنام ما بقومش. ارحمونا شويه. برافو عليك ان انت طلعتي اتكلمتي وما سكتلهمش، لان الناس بقت غريبه. محدش بقى عايز يشوف حد احسن منه. انا عن نفسي مش جايبني ورا الا الناس. انا شايفه ان جزء كبير من اللي احنا عايشينه العيب فيه مننا. لا معلش يا ماما، الحسد مذكور في القران. انت شفتي بنفسك لما نزلت ان حماده اترقى والناس قرت البوست، تاني يوم دب خناقه قد كده مع مديره كان هيمشي ويسيب المكان. حتى لما نزلت قلت ان مادو حبيبي خد بطوله في السباحه، اديكي شفتي اللي حصل، قعد يومين سخن في المستشفى. وغيره. ده انا انزل الصوره بتاعتي انا وجوزي مع بعض من هنا يندب خناقه مع بعض من هنا. لا يا ماما معلش الناس بقت صعبه. معلش يعني يا ماما هي معاها حق. هو ايه المشكله لما نشارك الناس فرحتنا؟ جبنا حاجه جديده، شقه جديده، سفريه حلوه. هي الناس بقت صعبه؟ ما ينفعش نقول لهم الا الوحش نتخرس. وارد يكون حسد زي ما انتي ما قلتي، بس برضو زي ما الحسد مذكور في القرآن القضاء والقدر كمان مذكور. ما ممكن يكون إهمال، ممكن يكون سوء إدارة لموقف جوزك في الشغل، وممكن يكون سوء تخطيط وإدارة لأي حاجة بتحصل لنا في الحياة. الدنيا كلها مش حسد. وبعدين لو احنا بنخاف من الحسد قوي كده نحصن نفسنا ونقرأ قرآن ونقرب من ربنا. وأهم حاجة نقفل على حياتنا ونداري تفاصيلنا، مش تكون حياتنا على الملأ للمشاعر كأننا قاعدين في الشارع شايفين أكلنا ولبسنا وشربنا ومشترياتنا وعربياتنا وسفرياتنا وكل حاجة بنعملها. نجاح ولادنا في البطولات، نجاحهم في المدارس، وبيشوفوا نجاحنا وكل تفاصيلنا في أي حاجة، وفي الآخر نرجع نقول اتحسدنا. لا هو أكيد مش إهمال، بس في حتة القضاء والقدر دي أنا معاكي بصراحة. أهم حاجة إن احنا كمان لازم نراعي مشاعر الناس ونقدر ظروف الناس اللي مش عايشة زينا.